أنا ممكن أديك مهارات رونالدينيو في المراوغة، ذكاء ميسي، قوة تصويب كريستيانو، وكل المهارات اللي بتحلم بيها. بس صدقني، لو ما عندكش ثقة في نفسك هتفضل تلعب زي أي حد عادي في دوري الأحد. فكر كده، كم لاعب موهوب تعرفه كان ممكن يبقى نجم في أوروبا بس عمره ما كمل بسبب نقطة واحدة بس؟ الثقة. والفرق بينك وبين لامين يامال مش في الموهبة، الفرق الحقيقي هو إن عنده ثقة مش طبيعية. الولد عنده 17 سنة وبيدوس على أوروبا كلها، وبيقدم مستويات خرافية قدام آلاف الجماهير وملايين بيتفرجوا عليه. لكن انت ممكن تتوتر لمجرد ان اصحابك بيتفرجوا عليك من على جنب الملعب. ليه؟ في الفيديو ده هقولك بالظبط ازاي لامين يامال بنى الثقة المرعبة دي، وازاي انت كمان تقدر توصل لنفس المرحلة وتفك كل قيودك في الملعب. اول حاجة لازم نعملها، نرجع ورا، نحلل ماضيه، نسميها الهندسة العكسية. يعني نرجع نشوف ايه اللي عمله مختلف من البداية. يامال قبل ما يدخل لاماسيا كان بيلعب كورة في الشارع. الشارع ده هو اللي بنى فيه عقليته. كان بيلعب ضد كلاب. والله، قال بنفسه ان اللعب ضد الكلاب من اصعب التحديات، لانهم بيتحركوا بطريقة غير متوقعة وبشراسة. لكن الاهم، كان دايما بيلعب ضد ناس اكبر منه ب4 و5 سنين، شباب عندهم 20 سنة واقوى منه بدنيا. في المواقف دي اضطر يتعلم يحمي الكورة بجسمه، ياخد قرارات بسرعة، ويتعلم يتحرك في مساحات ضيقة وسط ضغط حقيقي. وده مش بيتعلم في الأكاديميات، بيتعلم في الشارع. الشارع ده هو اللي خلاه يعتمد على إحساسه، على غريزته. مفيش مدرب يزعق، مفيش حكم يصفر، مفيش قواعد. في الشارع يا بتلعب يا بتتكل على الله. وده خلاه يثق في قراراته، يتعامل مع أي لحظة بدون تفكير زيادة، يلعب بحرية وإبداع. لما دخل لاماسيا كانوا بيسألوا، بيعلموه تكتيك، بيدوه إطار منظم، بس الثقة كانت موجودة من زمان. ولو ما كنش لاعب في الشارع مستحيل يبقى عنده الشجاعة اللي عنده النهاردة. وبص حواليك هتلاقي نفس القصة بتتكرر. زيدان، نيمار، ميسي، مارادونا، زلاتان، كلهم طلعوا من الشارع. اللاعب ضد ناس أكبر وأقوى منهم خلاهم يدخلوا الحالة الذهنية اللي كل حاجة فيها بتحصل بتلقائية. يامال لما بيقف قدام جماهير بالآلاف مش فارقة معاه، لأنه واجه الأصعب في صغره، خد التحدي بدري، فما بقاش مرعوب من أي ضغط دلوقتي. المشكلة مش في إنك تغلط، المشكلة إنك بتخاف من الغلط. ليه؟ إن الغلطة تساوي ألم، ومن ساعتها كل مرة تغلط بتدخل في وضع النجاة. المكان اللي مفيش فيه حساب، مفيش فيه لوم. بيغلط عادي، بيكمل اكيد. ازاي تكسر الخوف ده؟ اول حاجه، بعد كل تمرين او ماتش اقعد واكتب. لما ضيعت الكوره حسيت بايه؟ عملت ايه بعدها؟ الوعي هو اول خطوه. ثاني خطوه، في كل ماتش جاي خد قرار. كل مره اغلط هطلب الكوره تاني فوق، مش هستخبى. هتحس بالفوق اكيد، بس كل مره بتواجهه بتكسره. كل مره بتتحدى نفسك بتقرب للثقه. بس في سر اقوى من كده، اسمه النسخة التانية منك، أو الالتر ايجو. شخصيتك الطبيعية ضعيفة تحت الضغط، بتحب الأمان، بس أنت تقدر تبني شخصية جديدة جوه دماغك، هي اللي بتظهر في الماتشات. زي ما كوبي براينت عمل البلاك مامبا. زلتان بيقول دايما الزلتان مش أنا، لأنهم عارفين إن في فرق بين شخصك اليومي والمحارب اللي بيلعب الماتش. عايز تعمل واحدة؟ خد الورقة والقلم، حدد فين هتظهر الشخصية دي. في الماتش، في التمرين. صفاتها جريئة، بتهزر وهي بتهين المدافعين، باردة تحت الضغط، شكلها أسد، ثعبان، ذئب، أي رمز تحسه بيعبر عنك. اسمها لازم يكون اسم يشعل حاجة جواك. الحركة اللي بتفعلها، تضرب على صدرك، تعدل الشورت، تشد الشراب، ومجرد ما تعملها انت داخل تبقى شخص تاني، شخص ما بيخافش. لو انت لسه بتسمعني دلوقتي فانت مش عادي. انت مش زي الأغلبية اللي بتقفل الفيديو بعد أول دقيقة. انت من 1% اللي فعلا عايز يتغير. وعشان كده انت تستحق توصل. بس ما توقفش هنا، كل يوم في خطوة تقربك لحلمك، بس لازم تتحرك. ما تبقاش لسه قاعد تتفرج على الهايلايتس وانت بتقول نفسي أبقى زيهم. خليك واحد من اللي العالم هيتفرج عليهم قريب.